طلائع الجيش لقن الأهلي درس قاسي في فنون كرة القدم، وتسحق الأهلي 2-1 مع الرأفة. لعيبة عالة مفهومش رجالة، وإدارة فاشلة عليها أن تستقيل بعد هذا العهر الكروي الذي تقدمه بصفقاتها الفاشلة وبتبويظ أوضة اللبس وبنجوم وبوجود نجوم جايه تلعب نفسها كره خماسيه، مش جايه تلعب للنادي الاهلي لا روح ولا اداء، وجايبين مدرب من تحت السلم من الدنمارك. فلازم يكون هذا المنتج يدينا ان الاهلي بيعاني وبيتمسح بيه الارض من اي فريق في الدوري، سواء في منتصف الدوري او في اخر الدوري، وجون بيتجامل على مصلحه الاهلي وهو الخرم الكبير في الكره المصريه محمد الشناوي. فانت عايز تكسب ازاي؟ عايز تكسب ازاي وعندك لاعب عديم الاحساس زي امام عاشور؟ وانا قلت ان هو اكبر فتنه في النادي الاهلي، وشوفوا فيديوهاتي قبل كده، بيلعب الكره بكعبه والاهلي مهزومه في الدقائق الاخيره. لعيبه مصره ان هي تمر وتعدي، ما لعبوش كره صح. النجوم اللي وجعتوا راسنا بيهم على راسهم الاخ تريزيجيه والاخ بن شرقي والاخ زيزو لما نزل، والاسطوره الكبيره اللي ب 70% من قوه الفريق من الاعلام الضلالي نفختوا لعيبه ما تسواش 3 جنيه، خليتوها تتنفخ علينا. قصص وحوارات في اوضه اللبس وعايزين نجدد، وديانج اللي بتقولوا رايح كان فالنسيا وهو اسوأ لاعب في خط الوسط، لعيب احول زي بقيه اللعيبه، يبقى لعيب جنبه ويباصي للمنافس. فليه لا؟ انت عايز الاهلي يكسب ازاي؟ يبقى انهي اماره؟ الاهلي بيضيع وبيضيع بسبب الاداره الفاشله على الكابتن محمود الخطيب وادارته ان ترحل فورا ويغور المدرب. زي ما دفعتوا فلوس كولر وبيسيرو كده، ادفعوا فلوس يسترب اللي جايبينه من تحت السلم. انا بجد مش مصدق، انا مش شايف، انا يعني لا اتخيل ان الاهلي يوصل لهذا مستوى الهزيل. خليته جماهير سايره في المدرجات ويشوفوا فيديوهات يقول لي هيتلاعب الترجي ازاي، ده هيتمسح بينا الارض. انت مش محتاج ولا معاك جمهور ولا من غير جمهور. الاهلي بقى منزوع الدسم، الاهلي بيلعب يا عيني لعيبه كلاسيكيه. انا حاسس كنت في الدقيقه 80 زي ما يكون احنا بنتفرج على ماتش تاني، وزي ما يكون الاهلي بيلعب كسبان 4-1. لعيبه عاجزه، لعيبه فاشله، اداء بطيء ميت، وكرات بالونيه عديمه الفايده وعديمه الجوده، وكميه قلش غير عاديه، وكميه فشل. حتى اللعيبه اللي انت دافع فيها ملايين بتلاعب لعيبه ب 3 جنيه بملاليم. طلائع الجيش لاعب امام لاعب مش قادر يعدي بالكوره. الاخ بن شرقي اللي طالع ماموس وبيرزع الازازه المره اللي فاتت، مفيش كوره واحده في حوالي 70 دقيقه اللي لعبها، كوره واحده لا عرف يعدي ولا عرف يباصي صح. حاجه تقرف. الاخ المرهوش اللي قلت لكم بيجي له 20 كوره لما يجيب جون كوره. الاعلام الاهلاوي الضلالي الفاسد يقعد يطبل لي ويقول لك تريزيه اهم واحد، يلعب لي الاخ امام عاشور يقعد يلعب لنفسه. مش شايفين اللعيبه دي بتعمل ايه؟ يقول لك امام ب 70% من الفريق، هي بقت 70 ولا 50%؟ الفرقه كلها بقت زي الزفت، الفرقه كلها تحت الارض. دي مش الاهلي. عليه العوض ومنه العوض في الاهلي، على اداره الاهلي ان ترحل وتحصل تصفيه كامله لهذا الفريق. وانا برضو مصر وبقول اكبر فتنه عملتوها يوم ما جبتوا الثلاثي دوت تريزيجيه وزيزو وامام عاشور يغوروا في 60 داهيه، وبن شرقي اللعيبه دي بتنزل تلعب لنفسها كانها بتلعب في الحاره. وليذهب الاهلي الى الجحيم. بتجاملوا على الشناوي، وليذهب جمهور الاهلي وليذهب تاريخ الاهلي للجحيم. كابتن محمود خطيب انف از انف لكل جواد كبوه، وانت خلاص الموضوع انتهى معاك وباظت منك كل المعايير. اداره سكاوتي ومليارات بتتصرف، وفي الاخر النتيجه بلح. اي فرقه يا عيني ما تكملش السكواد بتاعها 10 مليون بتنزل تمسح الارض بالاهلي وبلعيبه الاهلي. لعيبه بسكويت، حتى ما فيش روح. الاهلي 1 تو 1 اللي كان معروف بشراسته الهجوميه والدفاعيه وخط الوسط، لعيبه بسكويت. انتوا جايبين اللعيبه دي منين؟ نصيبه. لاعب من طلائع الجيش بقى كريستيانو علينا، بيعدي من واحد واثنين وبتاع، يخش في كره مشتركه مع اتنين لعيبه يا عيني بيقعوا. لعيبه عندنا من الاهلي كلها عندها حول يا عيني، وعندها صرع وقله حيله غير عاديه. مفيش لعيب قادر يعدي من لعيب. سكواد ب 40 مليون يورو ما يسواش 3 جنيه، بيلعبوا قدام فريق لا يتعدى ال 10 مليون جنيه.
مسح بيكم الارض النهارده. على الاداره ان تستقيل، وعليكم ان تتخلصوا من الثلاثي اللي جاب الخراب في اوضه اللبس، زيزو، تريزيجيه، والزفت اللي اسمه امام عاشور.